انا ايمان ودي قناتي. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده هنعمل كشك الماظ، بس الكشك اللي على الطريقه الصعيدي، الكشك القرون، الكشك اللي هي الصعيدي، مش الكشك الالماظ اللي بيتعمل بالرز، لان في ناس بتعمله بالرز والفراخ متقطعه جواه وكده. وده هعمله لكم في مره، بس الطريقه دي جميله جدا، كان جدتي بتعملها لنا وبنحبها قوي. احنا بنحب الاكله دي وسهله وسريعه وكل حاجه. فاول حاجه انا هحط الميه تغلي. اول ما تغلي هكون غسله الفراخ بتاعتي كويس، هنزل بالفراخ، احط ورق لوري وحبهان وملح وفلفل، ولو في 7 بهارات ممكن تحطيهم، وتغطي وتسيبيه تستوي. في الوقت ده دي شكل القرون الكشك. انا جبتها حطيتها في ميه ونقعتها، هتفضل في الميه دي شويه، يعني هتقعد كده ايه منقوعه شويه بعد لحد الفراخ ما تستوي، لحد ما اخد الشوربه بتاعتنا ونبتدي نعمل التقليه ونعمل الحاجه اللي هي كذا حاجه، ان هو ما بياخدش وقت في السوا خالص، يعني من الاكلات السريعه جدا جدا جدا. احط معلقه دهن، احط بصل، اقطع البصل كده تقطيعه حلوه، مش لازم تعمليه ناعم قوي. انا بحب البصل بالشكل ده. ممكن لو انتوا مش بتحبوه ظاهر تعملوه تفرموه. خلاص، فهنحمر بقى البصله حلو عشان تدينا تسبيكه تقيله من التسبيكات بتاعت زمان بقى، اللي هي يعملها امهاتنا وجداتنا كده، وتحسي طعم الاكل بيبقى حلو، يعني ما تعرفيش ايه السبب جاي منين. فهنا كده دي الطماطم انا مجمداها. طبعا انت بتستغلي فرصه بقى وقت الطماطم ما هي رخيصه، وبتعملي كميات وتشيلها في الفريزر. هتجيبي قفص تعمليه 5-10 كيلو، بينفعوكي بعد كده في وقت زنقه زي الوقت اللي احنا فيه الطماطم غاليه. هنا كده خدت شويه شوربه صفيتهم، وابتديت احط فيهم الكشك لحد ما يستوي. هفضل اقلب فيه بقى، يعني كل شويه كده ابص عليه واقلبه وادوق اشوف حبايه القمح استوت ولا لا، علشان طبعا انتوا عارفين القمح بياخد وقت. فهنا كده ده شكله اهو، نقلبه نتاكد ان هو استوى. نجيب العيش بتاعنا ونقطعه. ده العيش بقى لو بايت بيبقى جميل جدا في التقطيع. هنقطعه في الطبق ونركنه كده على جنب لحد ايه ما نخلص. طبعا انتي بتعملي عشان تدخلي المطبخ وتنجزي لازم تبقى ايدك شغاله في كذا حاجه. فهنا كده كان الكشك على شعله، والشعله التانية عليها الصلصه هي بتتعمل، حطيت لها التوابل والملح والفلفل واقلبها واسيبها ايه، كل ما تتقل كل ما تبقى احلى. احط لها سنه شطه، هريسه شطه. هريسه الشطه انا عامل لكم فيديو ليها، جميله 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 فوق الوصف. الفلفل بتعمليه وتنسيه بقى، تقعد عندك سنه في الفريزر، اللي هو الفلفل الاحمر ده بدل الشطه البودر والكلام ده. جبنا بقى ايه 4-5 معالق دقيق، حطينا عليهم شويه ميه مش كتير لحد ما يتربوا ويبقى سمكتهم حلوه، وننزل بيهم على الكشك. وطبعا هنقلب بالمضرب علشان خاطر ما يكتلش معانا ويعمل ايه، واحنا نازلين بالدقيق كده نقلب عشان ما يكلكعش ويعمل عجين. هنقلب لحد الكشك ما يستوي تمام. وما تنسيش طول ما انت شغاله خلي في لسانك ذكر ربنا دايما، علشان خاطر ربنا يبارك لك في الحاجه. اقري ليله في قريش، اقري قران، سبحي، استغفري. هنا كده بقى اساسي في الكشك بنحط له كوبايه زبادي علشان تعدل يعني تعادل الملوحه بتاع الاكل وتظبط الطعم وكده، يعني مع ان الكشك بيبقى معمول بلبن بس بنزود احنا كوبايه زبادي كمان، ايه بتفرق معانا جدا في الطعم بتاعه. نبتدي نقلب كده ونحمر حبه الفراخ التحميره بتاعت زمان، معلقه سمنه بلدي على شويه زيت، وحمري الفراخ بتاعتك احلى من اي طريقه تانية. احنا بنعمل تتبيلات كتير جدا، بس الفراخ المتحمره بتديكي طعم حاجه كده ترجعك لزمان، مع شويه بقى طبيخ مع شويه حاجه بيبقى طعمها حلو جدا. هنا دي تقطيعه العيش، تقطيعه صغيره جدا جدا جدا، اللي هي كانت بتقطعها الكتاكيت كده. خلاص انتي بتاكلي كتاكيتك اصلا، يعني كلنا بنعمل عشان ولادنا وعشان ياكلوا حاجه كويسه ونظيفه والكلام ده، ولازم تنوعي لهم في الاكل عشان خاطر ما يزهقوش. فهنا كده ده الكشك بعد ما خلاص بقى شلته من على النار. هنحطه على العيش ونسيبه بقى ايه، نغطي العيش شويه، يعني انا صبيت كده الكشك كده عليه، نغطي بقى ونسيبه ايه لحد العيش ما يضطر. نكون حمرنا كملنا تحمير الفراخ وخلصناه عشان خاطر لما نيجي ناكل يبقى كله مع بعضه. الصلصه طفينا عليها والاكل عظمه. وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، كومنت حلو كده عشان تشجعوني اعمل لكم روتينات بقى في الشقه. هنا كده كنت بوريكم شكله بعد ما خلص. هنحط عليه الصلصه ونقدمه. اكله سريعه ما بتاخدش منك تقريبا ساعه في المطبخ، وبتكوني انجزتي وعملتي حاجه يعني خفيفه في الصيف ده. اكله خفيفه جدا على المعده. طبعا بقى شوربه بط، شوربه فراخ، ما بتقولش لا، هي الشوربتين دول بيخلوه تحفه. يعني شوربه البط كمان اكتر لان الدسامه بتاعتها بتبقى اعلى، فبتبقى الاكله جامده جدا.
فجربيها على ضمانتي، من الوصفات الخطيرة. بألف هنا يا رب. شفتوا العظمة بجد، القوام بتاعها عامل ازاي. حطي بقى معاه شوية صلصة، انا بحبه كده، ممكن من غير صلصة كتير.